يلا هي، يلا يا نايم قوم السحر. طبعا بقى عملنا السمك المقلي بتاعنا والسلطه والرز بتاعنا الحلو وشويه المخلل بتوعنا ديلو. شايفين ده المخلل اللي انا عملته معاكم؟ ايه رايكم؟ ولا تقولوا لي عشان خاطر يعني لزوم بقى ايه السهره كده بعد الفطار. انتوا عارفين بقى بيحبوا العصاير والحاجات دي في رمضان، فقلنا نعمل ايه اليوم شويه فاكهه كده فيهم تغذي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل ويا صباح الرضا ويا صباح السعاده، ومساكم فل ومساكم عسل، وكل سنه وانتم طيبين وينعاد علينا وعليكم بالخير يا رب. ده يا سوسن ما شاء الله معايا كده كيلو ونص من الشبار، والشباره كيلو يعني اكتر من نص كيلو، وما شاء الله كبيره يعني اكبر من ايدي. فانا طبعا النهارده كده قلت اطلعه كده واعمله مقلي، يعني نغير كده عن المشوي بقى يا حبايبي، احنا في رمضان ومش عايزين بقى ايه الدخانه والدنيا دي يعني وكده. فانا نضفت السمك بتاعي كده بعد ما فك، واللهم صل على النبي عملت فيه فتحات كده في ظهره كده علشان خاطر احط فيها كده خلطه من الحلوه دي. والخلطه دي هريسه شطه من اللي انا كنت عاملاها معاكم من فتره، وما شاء الله حرة جدا. وحطيت عليها كده عود بقدونس وشبت كده، خرطته عليها وقلبتهم في بعض. وهي طبعا هي عليها شطة مهروسة وتوم وليمون وزيت وكل حاجة، هرسة الشطة دي، فهي عليها كل حاجة مش محتاجة اي حاجة تانية. اللهم صل على سيدنا محمد. جبتها كده وحشيت بها كده بقى بطن السمكة من جوه، يعني عشان تدي طعم كده للسمكة. وبدهن برضو ظهرية السمكة من بره من ناحيتين، وبسيبهم كده يعني ايه شوية كده تتنجع في بعضها كده وتاخد وتدي كده مع اللحم. وبعد كده ايه بنحمرها بقى ايه في الزيت. بنجيب بقى شوية دقيق يعني اللي هو الطحين ده، وبنحط عليه بقى شوية بهارات كده وشوية توابل حلوين، وهي عبارة عن كمون وفلفل اسمر وشوية بهارات سمك ويا اللهم صل على النبي شويه كزبره كده وشويه زنجبيل لو عندك. ويحط بقى كله كده وشويه كركم، ويحط كده على الطحين ده او الدقيق ده، وقلبه كله في بعضه كده. وهاتي السمك بتاعك بقى وغلفيه بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. اقول لكم شايفين ما شاء الله السمكه يعني اكبر والله من كف ايدي. مش كنت عارفه امسكها، ولا كنت عارفه ان انا اساسا احطها في الطاسه، يعني الطاسه ما شاء الله مش كانت واخداها. طبعا بقى عملنا السمك المقلي بتاعنا السلطه والرز بتاعنا الحلو وشويه المخلل بتوعنا ديلو. شايفين ده المخلل اللي انا عملته معاكم؟ ايه رايكم؟ ولا تقولوا لي بتاع محلات ولا معرفش ايه. بطاطس كده، شايفين اللي واقفين عاملين زي الحرس دول؟ الله اكبر الله اعظم. لا ده نقدم طبعا وكلهم مستنيين الفطار. يلا اتفضلوا معانا الفطار. كل سنه وانتم طيبين، بحبكم في الليل. ده مش مريح خالص، مالك ده مش مريح. شايفين يا حبايبي؟ يلا يا لولو يلا عشان نشيل الصينيه. يلا بحبكم في الليل. طبعا يا حبايبي احنا طبعا غلينا ميه كده، وانا جرمت الفول بتاعي اللي هو الفول الاخضر اللي انا كنت شارياه. ماشي الحبه ديله. ماشي عملنا حطينا ليمونه وشويه خل وشويه ملح صغيرين كده برضو، حطيناهم في الميه كده وهي بتغلي علشان خاطر الفول بتاعنا يفضل اخضر معاكي من السنه للسنه. ده تفريز الفول الصح. ويا دوبك بيبدأ ان هو يغلي اول غلوة كده، وبعد كده بتنزليه بتصفيه من المية السخنة دي، وبتحطه فين في مية ساقعة عشان طبعا يوقف عملية السوا بتاعته. بعد كده لما بيبرد خالص بنحطه بقى في اكياس وبنحطه في الفريزر. بيبقى معاكي اخضر، بيفضل معاكي لونه اخضر من السنة للسنة. لو قعد عندك سنة في الفريزر لونه ما بيسودش ابدا. بعد كده بقى قمت عملت شوية حلويات كده للأولاد حلوين كده سخنين، وما شاء الله عليهم كان بصوا طعمهم والله العظيم في حتة تانية. أنا طبعا كان عندي الحليب ده اللي كنت عاملة منه البشاميل أول يوم، فكان فايض عندي في التلاجة، وقلت ايه يعني انت هتفضل كده في الحلة، تعالى لما اعمل بيك شوية حلويات كده مهلبية علشان خاطر الأولاد وكده. انتوا عارفين طبعا ان احنا في رمضان وكل يوم بقى عايزين حاجة حلوة وحاجة طبعا مختلفة. يعني النهاردة عملنا حلويات بيضة، بكرة نعمل كنافة، بكرة نعمل مش عارفة ايه كده يعني. فانا بصوا عملت لهم كام حاجة في يوم واحد.
انا قلت اضرب عصفورين بحجر واروج راسي، يعني اتعب يوم وارتاح يومين. هعمل ايه يا حبايبي؟ ما هم الاطفال عايزين تشكيله. واللهم صل على النبي. حطيت بقى على اللبن ده شويه كده. جبت نص كوبايه نشا بتاع ميه، حطيت عليها معلقتين نشا وقلبتهم في بعض، وشويه بقى ايه فانيليا، ومعلقه كريم شانتيه بتخلي الحلويات في حته تانية والله العظيم. طبعا بيتقل كده، وبتحطوه في الاطباق وبتزينوه زي ما انتم شايفين كده بجوز الهند والزبيب وشويه شربات كده، وتحفه بالف هنا والف شفا. طبعا برضو قلت في الوقت ده اعمل ايه شويه سيرب كده يبقى عندي، وكنت شاريه نص كيلو بتاع ده قطايف. قلت اعمله كده بالمره وهو طازه، علشان خاطر القطايف لما بتبات في التلاجة بتلاقوها تاني يوم كده لما بتيجي تحشيها بتتكسر معاكي. وفعلا اللي انا حسبته لقيته والله العظيم يا حبايبي. اللهم صل على النبي. عملت الخلطة الحلوة دي، وهي عبارة عن ايه سوسن. لوز طحنته نص طحنة كده، وعين الجمل وزبيب من اللي هو الأسمر ده. واللهم صل على سيدنا محمد. تين مجفف قطعته حتت صغننة كده برضو، علشان اللي ياكل حتة ما تجفش في يعني ايه في حنكه كده. والزبيب الابيض بتاعنا العادي خالص، وجوز الهند، كل ده جلبته، وشوية سوداني طحنتهم برضو نص طحنة. كل ده جلبته على بعض وعملت خلطة حلوة، وحشيت بيها بقى القطايف بتاعتي. يعني كانت ما شاء الله تحفة. تسلم ايدك يا بنتي يا سوسن. عملت فيها كل الحاجات المغذية وكل الحاجات اللي هي الغالية اساسا والله العظيم. انا افتريت النهارده شايفين بقى. كل سنه وانتم طيبين. بنحشيها كده بنقفلها بقى من الاحراف كده علشان خاطر ما تفتحش معانا في الزيت، وتطلع كل الحشوه بتاعتها دي. هعمل كل الكميه بتاعتي كده. وطبعا انا كنت مولعه الزيت كده على نار هاديه يعني على ما اخلص. وبعد كده بقى حمرت القطايف بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. هتطلع بصوا تحفه مجرمشه كده وذهبي كده وشكلها جميل وما شاء الله عليها. بس بصراحة يعني لو هتعملوا القطايف اعملوا العجينة في البيت. ليه يا سوسن؟ تبقى في البيت طعمها جميل جدا يا حبايبي، وبتلاقوها مجرمشة اكتر. اما اللي انتوا بتشتروها دي مش قد كده، يعني انا بحسها دي تاني مرة اجيبها مش عجباني خالص. ولو قعدت شوية بتطرب معاكوا برضو، يعني بعد ما بتبقى مجرمشة كده لو باتت عندك حاجة فايدة يعني تلاقوها طريت. اما اللي انت بتعملها في البيت بتلاقيها ما شاء الله لاخر واحدة، بتلاقيها مجرمشة وطعمها جميل، وبتتاكل حاف اساسا العجينه والله. بعد كده بنحمرها زي ما انتم شايفين كده، خدت اللون الذهبي كده، وننزلها بقى في الشربات بتاعنا. والشربات بتاعنا السيرب ده بارد مش سخن، يعني احنا بنطلع من الزيت سخن بنحطه في السيرب بارد. والسيرب بتاعنا يعني ولا هو تقيل جو ولا هو خفيف جو، يعني واخدين بالكم. بننزل بقى بالقطايف بتاعتنا في مصفى كده عشان تصفي كل الزوائد اللي في العسل بتاعها، وما شاء الله. اوفي اوفي يا دود. اوف اوفي كده. اوفي طبلي يلا. يلا يا مالك قومي السحر كده. اوفي اوفي يا دود. طبلي يلا. يلا يا صاحي قوم السحر. يلا يا نايم قوم السحر. قومي يا لول. يلا يا نايم دب. يلا هيك. يلا يا نايم قوم السحر. يلا يا صاحي قوم السحر. يلا يا نايم. بعد كده بقى خلصت بقى اللي ورايا كله، وقلت بقى ايه اخد كده كام طبق كده حلويات وطبق من القطايف اللي انا عملته ده، وانزل بيه بقى فين لحماتي علشان طبعا ادوقهم بقى كده يا حبايبي، ونسهر مع بعض شويه حلوين كده. واللهم صل على النبي. هي برضو تسلم ايديها، كانت عامله حلويات بالشعريه وكانت مطلعه لي منها. تسلم ايدك يا ماما. طبعا وبعد يا بقى ما حبايبي طلعت عملنا بقى بقى ايه. وبالليل بقى عملنا خالص لهم كوكتيل كده عملت بقى بالعصير كده علشان عصير خاطر بانجا، وعملت فيه يعني كوكتيل لزوم كده بقى ايه للاولاد. السهرة كده بعد الفطار. انتوا عارفين بقى بيحبوا العصاير والحاجات دي في رمضان، فقلنا نعمل ايه لهم شوية فاكهة كده فيهم تغذيهم كده، يعني عشان طبعا دول اطفال وطول النهار بيصوموا وكده، فربنا يعينهم ويجوهم يا رب. كل سنة وانتم طيبين. حط لهم كده كل واحد طبق ياكلوه، واللي عايز يبقى ياكل تاني، بس هما بس يكملوه بس، لان عارفين كل شويه بيشربوا ميه وحاجات من دي، فمش بيقدروا يكملوا يعني ايه. بيقدروا يكملوا الطبق.
طبعا ده حلويات بالشعريه، ودي كانت حماتي بعتها لي بعد الفطار كده، هي باين كانت عاملاها وبعتها لي كده علشان ادوقها. وانتوا عارفين بقى انا لما بعمل حاجه بنزل ليهم، وهم لما بيعملوا حاجه بيجيبوا لي وكده يعني. فربنا يخليها وكل سنه وهم طيبين. دي الشعريه وعليها حلويات كده يا حبيبي. تسلم ايدك يا ماما. طبعا لازم نغطي على الحاجه، مش نسيب اي حاجه مكشوفه بالليل، ماشي؟ فعشان يعني ايه مش في اي حاجه تنفع. يا رب الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم. بحبكم في الله، متنسوش اللايك، والسلام عليكم.